كتحسي براسك راك متاخره في الحياه وحتى واحد اصلا ما قالك نقطه خاصك توصلي فيها. كتشوفي بلي الناس كاملين عندهم بلان، طريق واضحه، مستقبل باين، وانتي غير كدوري ببلاصتك. الشك، العيا، وواحد الحاجه ثقيله على قلبك. الا كنتي هكا مرحبا بك في ازمه العشرينات. ما كنهضروش عليها ولكن بزاف ديال الناس كندوزو منها. ازمه العشرينات ما كتجيش ديما مع انهيار كبير، بعض المرات كتجي في صمت، في مقارنات ما عندهمش حتى معنى، في اسئله كتخليك ما تنعش. ماشي حيت حياتك خايبه، ولكن حيت ما بقيتيش عارفه واش هذه هي الحياه اللي انت اصلا باغا. في هذه المرحله المشاعر ما كتستأذنش. نهار كتحسي براسك قادره ديري اي حاجه، ونهار اخر ما عندك حتى الطاقه تجاوبي على ميساج. كتحسي بحوايج ما عارفاش تسميهم، تأنيب الضمير حيت خاصك ديري كتر، الخوف من الغلط، القلق من المستقبل، والحزن بلا سبب واضح. ما بقيتيش كتبكي كيف قبل، دابا كتعياي، كتبردي وكتكملي حياتك حيت هادشي اللي خاص دير. لا، ولكن حتى واحد ما كيهضر على شحال كيعي انك تبيني راسك بانك بخير من برا وانك محطمه من الداخل. وفي هذه المرحله كتبدا المقارنه وكتقلال الثقه في النفس. كتقارني راسك بالناس اللي دايرين بيك، وصلوا الحوايج اللي انت مازال وصلتي لهمش لحقاش مازال ماشي الوقت ديالهم. وكتقارني راسك بالناس اللي في السوشيال ميديا لحقاش كتبان حياتهم بانها كامله مكموله وهما عاد عندهم 29 عام. كتبداي تسولي راسك شنو غلطت فيه، علاش هما ناجحين وانا لا، واش انا ماشي كافيه. والمشكل هو انك كتقيمي راسك بالمقاييس اللي انت اصلا ماشي قدك، اللايكات، المشاهدات، الفلوس، السرعه. ولكن ما قالولكش حتى واحد ان كل واحد عنده التوقيت ديالو. قالوا لنا بان ها شنو كاين، يلا شوف شكون اللي وصل قبل. وهنا المستقبل كيبدا يخوف، كيبداو لنا القرارات كبار، المسؤوليه الحقيقيه، وبان الاخطاء ديالنا ما بقاوش كيتصلحوا بسهوله. كنسولوا راسنا واش اختاريت القرايه صحيحه، اما الخدمه اللي خدامه واش غادي تجعلني انه نكون مستقره ماديا، اما المدينه اللي ساكنه واش فيها كاع السهولات اللي انا كنحتاجها في حياتي. عين ولكن هاد الحياه كامله اللي انا فيها واش هي اللي انا باغا. والحقيقه اللي ما كنهضروش عليها هي انها في هاد الطريق هادي وفي هاد التساؤلات كامله كنتعلموا، كنطيحوا، كنوقفوا، وبلا ما يسقنا حتى شي واحد الاخبار. الازمات العشرينات ما جاتش هنايا باش تهدمك، واش باش تفيقك، كتعلمك تسمع لراسك، تحطي حدود، تحبسي تعيشي غير باش ترضي الناس. كتفهمي بانك ما خاصكش تكوني عارفه كل شيء، والتقدم بشويه راه كيجي، ومسموح لك بانك ما تكونيش بخير غير ما تسلميش على راسك. وهنا بغيت نقول لك الا كنتي في العشرينات وحاسه براسك ضايعه، راك ماشي مهرسه اولا ما فهماش في الدنيا، راكي غير كتكبري، راكي ماشي متاخره ولا فاشله، راكي كتبني في راسك خطوه بخطوه، درجه بدرجه، يا جوره بيا جوره. وحتى الا دابا ما باين لك والو بان راكي كتضيع في الوقت وكتخربقي، نهار غادي تشوفي اللور وتفهمي بان هاد الازمه كانت بدايه لاحسن نسخه من راسك. غادي تشوفي بان كاع الخطوات وكاع الامور اللي انت اختاريتهم في حياتك كانوا هما الامور اللي كان خصك تختاريهم باش تولي احسن نسخه من نفسك.